السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير كاملين على خير. اليوم جيتكم بهذه الوصفه بطاطا بالفلفل المشوي، تجي بزاف بنينه وما تديلكمش كامل من وقت. على بالي في السخانه هذه تحبوا حاجه خفيفه واللي ما تطولوش فيها داخل الكوزينه بزاف. هنا عندي 2 حبات بطاطا قشرتهم وغسلتهم مليح وقطعتهم على شكل دوائر ويكونوا رقاق بهذه الطريقه. وكما تقدروا ديروا 6 حبات 4 حبات حسب افراد العائله، ونحطوها تتقلى في الزيت. ونزيد نقطع حبه بصل تكون كبيره وراح نقطعوها بهذا الشكل. البصل تاعكم قطعوه شويه كبير كما قطعته انا. وهنا يكون شويه 2 قرون حار وقرون حلو، واللي ما يحبش الحار يقدر يستغنى عليه. نقطعوهم على شكل كاريات يكونوا صغار، مع حبه طماطم تكون مشويه نزيدو نقطعوها على شكل كاريات ونحطوها في جهه. وهنا حطيت مقلاة حطيت عليها شويه زيت وحطيت عليها حبه بصل، نخليها تتقلى شويه ونزيد عليها 3 فصوص ثوم. راح نخليهم يتقلاو مليح، بعد ما يتقلاو نحطوهم في جهه. وهنا في طبسي يكون كبير والله اناء يكون كبير نحطو هنا 3 حبات بيض، ونزيد عليهم علبه ياغورت ماتور والملح والفلفل الاسود والمعدنوس. راح نخلطوهم بهذه الطريقه كامل، نزيدوا عليها الكركم. وهنا اذا درتوا كميه كبيره نزيدوا له شويه حليب. وهنا راح نحط هذيك البصله وهذاك الفلفل المشوي والطماطم، راح نخلطوها بهذه الطريقه. ننصحكم تجربوها بهذه الطريقه. وراح نحط هذيك المقلاة على النار ونحط عليها هذيك البطاطا ونفرغ فوقها هذاك الخليط. وهنا كما قلت لكم اذا درتوا كميه كبيره تقدروا تزيدوا لهذاك البيض تزيدوا له الحليب. وهنا راح نسوي هذاك السطح كامل بالملعقه بهذه الطريقة، ونزيدوا له هنايا الفرماج المبشور. أنا هنا استعملت الشيدر، تقدروا تستعملوا الفرماج نابولي ولا الموتزاريلا، ونخليوها على نار قليلة حتى يطيب هذاك البيض ويذوب هذاك الفرماج. وهذه هي النتيجة، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم، وننصحكم بزاف بنينة تجربوها وما تندموش عليها. نتلاقاو في وصفات أخرين إن شاء الله. سلام.